اليوم وصفتنا إدام السبانخ والعدس باللحمة، وصفة جدا لذيذة ومغذية وبتعجب الكبير والصغير. نقول بسم الله ونبدأ وصفتنا. المكون الأساسي في الوصفة هي السبانخ. عندي هنا ربطتين مغسولة ومقطعة، وللناس اللي ما تفرق بين السبانخ والسلك خلوني أقول لكم السبانخ يجي حاد من فوق ومشرشر، وإذا مرة صعب عليكم شوفوا السيقان، إذا كانت مجوفة بهذا الشكل فهذه سبانخ. أيضا من مكونات الوصفة الأساسية لحم أوصال، يفضل يكون لحم بقر، وعدس. استخدموا أي عدس متوفر عندكم، لكن أشوف العدس البني يعطي نتيجة أفضل. في قدر على النار نضيف بصلتين متوسطة الحجم مقطع مكعبات صغيرة، أضفت عليهم 4 ملاعق من زيت الزيتون وبدأت بالتقليب حتى تغير عندي لون البصل. الآن راح أضيف 4 فصوص من الثوم أيضا مقطع مكعبات صغيرة، والآن راح أضيف نصف كيلو من اللحم. مثل ما ذكرت لكم ضروري يكون اللحم لحم بقر، راح يفرق معكم في الطعم. الآن وبعد ما قلبنا اللحمة مع البصل والثوم حتى تغير لونها، أضفت ملعقة من الملح و3/4 ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الكمون. نرجع نقلب اللحمة لمدة دقيقة حتى تاخذ نكهة التوابل، والآن ننزل عليها ملعقتين طعام من معجون الطماطم ونقلب أيضا لمدة دقيقة. الآن راح أضيف 3 حبات من الطماطم مفرومة فرم ناعم، وراح أقلبها وأنزل النار وأغطيها وأتركها تتسبك لمدة 5 دقائق. الآن أضيف العدس وأضيف كمية وفيرة من الموية وأغطيه وأترك على نار متوسطة حتى ينضج. راح ياخذ تقريبا من 30 إلى 40 دقيقة حسب نوع اللحمة وحسب حجمها. كذا راح ينضج العدس وينهرس ويعطي قوام ثقيل. للناس اللي يحبون العدس متوسط النضوج وكمان حباتها واضحة يضيفون ال10 دقائق الأخيرة. إضافة البطاطس اختيارية، أنا حبيت أضيف حبتين متوسطة من البطاطس، وراح أضيف كامل كمية السبانخ وراح أقلبهم وأتركهم على نار هادية لمدة 10 دقائق. وممكن نشكل بين الورقيات، نضيف مع السبانخ السلق ورجله، البعض يسميها البقلة، وكذا نكون حصلنا فايدة أكبر. وكذا بعد مرور 10 دقائق نضج السبانخ ونضج البطاطس وصار إدامنا جاهز. راح نضيف عليه كمية وفيرة من الكزبرة الخضراء ونقلبه ونحطه في صحن التقديم. أعتبر هذه الأكلة من الأكلات اللذيذة والغنية واللي تفك أزمة، نقدر نسوي منها كمية ونحتفظ فيها في الثلاجة، ووقت ما بغينا ناكلها سواء مباشرة أو مع الخبز أو نقدمها أيضا مع الرز. طعمها جدا لذيذ ومغذية ومفيدة.